الضرب على الدوحة. ماذا جرى؟ وما الذي تخبئه الأيام المقبلة؟ في صباح هادئ لم تكن الدوحة تتوقعه، دوت أصوات انفجارات في قلب العاصمة القطرية. لم يكن المشهد مألوفاً، غارة جوية ينفذها الكيان على أرض دولة خليجية ذات سيادة. الهدف حسب رواية تل أبيب كان قيادات من حركة حماس تجتمع داخل العاصمة، لكن الصدى لم يكن عسكرياً فقط، بل سياسياً ودبلوماسياً هز المنطقة والعالم. ماذا حدث بالضبط؟ الضربة استهدفت مقراً تقول تقارير أنه يضم شخصيات بارزة من حماس. الكيان أعلن بوضوح أنه يقف وراء العملية، وأنها جاءت لمعاقبة من يحملهم مسؤولية هجمات سابقة والتخطيط لعمليات مستقبلية. قطر من جانبها أكدت أن سيادتها انتهكت على مرأى ومسمع من العالم، ووصفت ما حدث بأنه عمل جبان وعدوان سافر. بهذا لم تعد القضية مجرد عملية عسكرية محدودة، بل تحولت إلى أزمة إقليمية ودولية بكل المقاييس. ردود الفعل لم تتأخر. السعودية، الإمارات، مصر، بيانات إدانة واضحة واتهام مباشر للكيان بخرق السيادة وتهديد استقرار المنطقة. إيران وتركيا وصفتا الضربة بالخطيرة وأكدتا أنها قد تفتح باباً لتصعيد إقليمي أوسع. العراق، الأردن، المغرب، عمان وغيرها من الدول العربية أجمعت على نفس الموقف. ما حدث تجاوز كل الأعراف. العالم يراقب بقلق. الأمم المتحدة أعلنت أن ما جرى انتهاك صارخ للقانون الدولي ودعت إلى ضبط النفس. الولايات المتحدة وجدت نفسها في موقف بالغ الحساسية. تقارير إعلامية قالت إن واشنطن كانت على علم بالعملية مسبقاً، لكن البيت الأبيض لم يؤكد أو ينفي بشكل واضح، واكتفى بإصدار إرشادات أمنية لرعاياه في قطر. في أوروبا أصوات متعددة دعت إلى التهدئة، لكن دون خطوات عملية للضغط على تل أبيب. ماذا يعني هذا لقطر؟ قطر ليست دولة عابرة في المشهد. لسنوات لعبت دور الوسيط بين الأطراف المتصارعة، خصوصاً في ملفات غزة والتهدئة، لكن بعد هذه الضربة صورتها كوسيط محايد باتت مهددة. السؤال الآن: هل ستكتفي الدوحة بالإدانة والشكاوى الدولية؟ أم ستعيد حساباتها تجاه الكيان وحتى تجاه حليفتها الأكبر واشنطن، التي قد تكون عرفت بالعملية ولم تمنعها؟ الخيارات أمام قطر صعبة. تصعيد سياسي ودبلوماسي قد يعرضها لضغوط جديدة، أو الاكتفاء بخطوات محسوبة تحمي دورها الإقليمي ومصالحها الاقتصادية. بالنسبة للمنطقة فهناك تداعيات. أولاً، المفاوضات على المحك. الضربة استهدفت قيادات كانت مشاركة في محادثات تهدئة. هذا يعني أن العملية قد تفشل أي تسوية كانت تطبخ في الكواليس. ثانياً، خطر التصعيد العسكري. فصائل مرتبطة بحماس قد ترى فيما حدث ذريعة للرد، وهو ما يفتح الباب لتوترات جديدة في المنطقة. ثالثاً، إذا سمح العالم بمرور هذه الضربة دون محاسبة، فهذا يفتح المجال أمام تل أبيب لتكرار الأمر مع دول أخرى، وهو ما يهدد مفهوم السيادة في المنطقة برمتها. إذن، إلى أين تتجه الأمور؟ المشهد مفتوح على أكثر من سيناريو. الأسوأ انهيار محادثات التهدئة وردود انتقامية تشعل المنطقة. الأكثر واقعية ضغوط دولية على الكيان للتهدئة، وقطر تحاول استعادة دورها كوسيط لكن بحذر أكبر. الأقل احتمالاً أن تمر الضربة مرور الكرام وتعود الأمور إلى سابق عهدها بعد موجة غضب مؤقتة. الضربة على الدوحة ليست مجرد عملية عسكرية، إنها رسالة مزدوجة من الكيان إلى خصومه أنه لا خطوط حمراء أمامه، ومن تل أبيب إلى المنطقة بأسرها بأن سيادة الدول قد لا تكون كافية لحماية من تعتبرهم أعداء. إن رسالة الكيان السبب فيها هو الإفراط الزائد في التدليل من جانب الغرب، والإفراط الزائد في الحذر من جانب العرب، ومحاولة تجنب الصدام. ولكن بهذا الوضع وبتلك التصرفات من جانب تل أبيب، أعتقد أن الصدام قادم لا محالة.
فبهذه الضربة بانت نية الكيان وأنه لا يقيم وزناً لأي اعتبارات سياسية أو دولية. لكن الرسالة الأهم خرجت من الدوحة نفسها، أن قطر لن تقبل بهذا الانتهاك، وأن العالم مطالب بالاختيار، إما الدفاع عن القوانين الدولية أو فتح الباب لمرحلة جديدة من الفوضى في الشرق الأوسط.